والله العظيم يا معالي الباشا سعادتك مرزق ونيتك خالصة. خير؟ شقة معاليك اللي منورة عمارتي اللي في الزمالك مالها؟ جالها زبون وجاهز ب1.5 مليون على الترابيزة. لا 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 لا، قول كلام غير ده. مش قلت لمعاليك المنطقة أسعارها ولعت، الأسعار بقت فوق 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 يا معالي الباشا. عشان كده يا فندم أنا بقترح إن إحنا نبيع. وأنا شايف. طيب أنا عايز أقول نستنى شوية، يمكن الأسعار تعلى وتوصل ل2 مليون. 10,000 جنيه بقوا 1.5 مليون. قعدت اقول لك خد ال 300 جنيه اللي حيلتي، قعدت تقول لي جاردن سيتي جاردن سيتي، اهي ولعت. الو، اهلا يا ماهي. احنا بعنا يا فندم. ها اتفضل. اجيب لك شويه حندقوق كده يا باشا على الماشي. عشتيني والله. امتى؟ النهارده؟ لا، هيبقى صعب عليا، ما انا اصل حركاتي بقت محسوبه عليا. طب اقول لها ايه بقى؟ بصراحة كده دي ما بقتش عيشة. أنا اتفقت معاك من يجي أكتر من أسبوع وقلت لك إن أختي وجوزها جايين يتعشوا معانا. يا اعتماد، أنا عندي مسؤوليات كبيرة قوي وربنا يعيني عليها، وأنا رايح أتفسح. قول لها يا محروس إحنا رايحين فين؟ للمدعي الاشتراكي يا باشا. عشان إيه يا محروس؟ عشان نتقي شره يا باشا. حاكم يا اعتماد هانم المدعي الاشتراكي ده لما يزعل من حد بتبقى وعيته سودة، وبعدين هو كمان بيغير على الباشا الوزير من خياله. سمع، أما أروح أغير هدوم. أنا أحوال الوزير ما بقتش عجباني أبدا اليومين دول. قصدك يعني يا اعتماد هانم عشان شويه الخستكه والرهقان وخطفه الوش اللي طالعه على جتته اليومين دول؟ أيوه بالظبط يا محروس. شغال 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 يا اعتماد هانم، ده كل حاجه عليه. هو في حد بيشتغل في الوزاره غيره؟ ده ولا اللي ماسك وزارتين. وزارتين؟ هو في حد في الدنيا بيمسك وزارتين؟ بتحصل يا ست هانم، الوزير له لحد 4 وزارات بس يعدل بينهم. ساعة بحالها يا كلب. ساعة؟ يخرب بيتك يا دون يا واطي، تخلي سيدك بره مش عارف حاجة وتلعب بديلك في بيته. ده أنا هخرب بيتكم انتوا الاتنين، هوديكوا في داهية، هجيب لكم البوليس. في إيه يا اعتماد؟ الحقني يا مذكور. إيه؟ بيتك الطاهر الشريف، شوف ايه اللي بيحصل فيه وانت بره. الواد محروس في بيتي بعد نص الليل. ايوه يا ربي يا ناس، انا لا غلطت ولا نجست ولا اغضبت ربنا في حاجه. بيتك طاهر وشريف يا باشا. الست دي مراتي على سنه الله ورسوله، واسدت جواز معايا. هات يا بنت اسدت جواز من شقتها. تبقى مصيبتك اكبر.
وانت محروس، انت مش متجوز ومخلف عيال؟ تتجوز على مراتك يا محروس وفي السر كمان؟ اخس اخس اخس. انت مش عارف ان الجواز ده اساسه الاشهار والاعلان؟ ظروف بقى يا باشا، وخلي الطبق مستور يا باشا. بره، اخرج بره. جرى ايه يا مدام؟ خلي عندك شويه رحمه، خلينا للصبح النهار له عينيه. روح في 60 داهيه، انا ماليش دعوه بيك. بره بره. مهتاب مذكور. استنى بقلع عليك. مهتاب وحشتيني. ايه في ايه؟ ايه يالا؟ ايه واقف ليه؟ لا مفيش يا باشا. قال لي يا باشا يعني هي الاوضه هنا يعني تيجي لها بكام؟ على اساس الواحد لو حب يجيب يعني حاجه. محروس، اخرج دلوقتي واقفل الباب وراك. حاضر يا باشا. مهتاب وحشتني. انت كمان. وحشتني قوي. يا سلام يا سلام. في ايه تاني بقى فهمني؟ ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر دي توليفه تخلي ايه؟ دي بقى نهايه الصلاحيه سنه 2000. شكرا يا محروس. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. مهتاب مذكور. حبيبتي. مذكور. يا سلام. في ايه تاني يا محروس؟ ايه ده؟ الرهوان. ايه؟ الرهوان رهوان؟ ده يتاخد بعد ده بنص ساعه يا باشا. دي بعد دي؟ بنص ساعه. طيب مع السلامة انت بقى. مع السلامة يا محروس. مع السلامة. وقال لي ان دي تتاخد قبل دي ولا دي قبل دي؟ قال لي يا باشا الاوضه دي ما فيهاش مطبخ. جرايه يا محروس، ما تورينيش وشك. يلا. مهتاب انا بقول يا باشا انا هقف بره انا درجي عشان لو احتجت حاجه كده ولا كده، ما هو برضه صاحب لصاحبه مع الاحتفاظ بالمقامات يا باشا. محروس ما تخلينيش افقد اعصابي. مع السلامة. امشي بقى يلا. حاضر يا باشا. روح، ربنا يديك الصحه والعافيه ويعينك ويجعلك دايما في العالي ويديك على قد نيتك يا باشا. مهتاب حتى مطلع الفجر يقول يا سلام. الراجل الخسيس الناقص اتجوز عليكي ومروق نفسه مع البنت الجديده جوه. انا عرفت كل حاجه. انا هخرب بيته، هطين عيشته. يخص عليه وعلى قصده، ده انت ضفرك ب100 من عينته. من هنا اهو. ايوه من هنا اهو. اللي عامله يعملها برضه. ده راجل ناقص. هي الاوضه اللي جايه دي. هي دي. ايوه هي دي. انا بقول يعني نديله فرصه يغير فيها هدومه بدل ما يطلع لنا زي الطرزان كده، خاصه وهو متعاطي حتى مطلع الفجر والرهوان والحاجات دي بتخلي الواحد متحمس يعني شويه. يلا يا شيخ. افتح يا مذكور. افتح قبل ما اخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك يا مذكور. افتح. افتح يا باشا، ما خلاص بقت دجالاجل. عايزه اشوفها تبقى مين دي. هي دي اللي انت بتخوني علشانها يا مذكور. لابساله قميص احمر يا اختي. سيبني. تعالي اقطع شعرك ده بالحاجه. مش كده يا باشا، ما هو اي ست في مكانها بتعمل كده واكتر يعني. اخلص انت خالص. بس الله جريه يا اخوان. ايه اللعبه دي؟ يلا كل واحد يشوف مصلحته فين. في ايه يعني؟ اديه الوزير واتجوز على مراته، قامت مراته القديمه قفشته مع البنت الجديده اللي هي لابسه احمر اللي جوه دي. ايه فيها ايه يعني؟ بس خلي بالكم الموضوع ده يظل طايل كتمان نظرا لحساسيه مركز السيد الوزير. اخلص انت خالص بقول لك. حاضر يا باشا. يلا يا اعتماد. سيبني ما تحطش ايدك عليا. يلا سيبني خالص. هنكمل في البيت. ما نتكلم في تحطش البيت. إيدك عليا. والبيت ليه يا باشا؟ انا رايي نخلص هنا احسن. سيبني يا